السلام الحاج، هاني بخير. عمالك جالس وتتفكر؟ ما عرفتش بغيت نقول لك على حاجه. شت هاد الناس ديالنا ما عمرهم عاونونا بشي نكيتات ولا صيفطوا لنا شي نكيتات. المهم، تحياتي ليهم. نبداو النكيتات ديالنا يا الحاجه. قال لك واحد السيد تيبغي واحد السيده. ايوا قال لها بغيت نتقدم لك، ولكن تنقولوا بغيت نتزوج بك. قالت لاش نقول لك، راه عندي انا الوالد ديالي راه واعر، ودابا كي عرفتي انا خدامه وما سخاش يجوجني. راك عارف دابا انا اللي في الدار وانا اللي تنعاون. قال لها شوفي، غير ديني عنده وما يكون غير الخير. ايوا المهم مشات عند باها، قالت ليه الوالد راه واحد السيد بغا يجي يخطبني. قال لك عرفتي انا كي داير انا راه ما يخطبك حد. قالت له عافاك الوالد، غير شوفو بعدا وتفاهم معاه، وديك الساعه ما عجبكش صيفطو بحال. ايوا جا السيد جلس حدا السيد سالم وهو وياه. جلس تيندغ المسكه، هو يقول ليه شتي تندغ المسكه، حشومه انت قاعد قدامي وتندغ المسكه. وقاش نقول لك عمي انا تندغ المسكه باش ما تبانش فيا ريحه الشراب. اي هاي 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 هاي. قال لي تشرب تا الشراب. ايوا قاش دير عمي باش ننسى الهم. قاش من هم؟ قال ليه راه كنت في الحبس ويلاه خرجت. وي قال لي زيداتها بالحبس. اش درتي؟ قال لي باش دخلتي للحبس. قال لي والو عمي ما درت والو، غير واحد العام كنت بغيت نخطبت انا واحد السيده وطلقت مع الوالد ديالها، وهو يجري عليا ما بغاش يعطيني البنت. هو يطلع ليا السكر وانا نهز واحد التبصيل وانا نغرز ليه. وانا قال ليه دابا يلا خرج من الحبس. ايه قال لي ولدي ما تقلقش ولدي. قال لي شوف، نهزوك فوق راسنا ونعطيوك اللي ما عندك نعطيوه ليك ونتهلاو فيك وما يكون غير الخير. هو يدور عند المراه قال لها اصغرتي اصغرتي اصغرتي. شي الناس الحاذقين ودوا الحاج، الله يعطيه الصحة ودها بالفن. خود هادي الحاج خود. قال لك الحاج، واحد السيد حكمه فيه المراه بزايد، ما يقدرش يدير شي حاجة لما تشاور معاها، وطبيعة الحال تتبقى عليه ما تمشي هنا ما تجي هنا، ما دير هادي ما تشوف هادي. ايوا السيد مل، وهو يمشي للقهوة جلس ويلقى شي صاحبو. قال ليه مالك؟ وقال لي اخويا راه المراه حاكماني ما بقيت قديت نهضر حداها. ويقول لي شوف الله نديك عند واحد الفقيه راه غادي يتهلا فيك. هو يقول لي هلا خويا عتقني نمشيو عندو دروك. ايوا مشاو دقو وهو يحل عليهم الفقيه. ياك والو باس؟ قال لي الله يجازيك بخير راه حاكمه فيها المراه وبغيتك دير ليا شي لعيبه. هو يقول لهم دخلوا للصالون ريحوا وسمحوا لي واحد 10 دقايق نكمل المراه غير شي غسيل تاع المعاناة وانا عندك. هو خص اللي يكتب ليه. هي الحاجه راه خلعاني. ياك ما اتى انا عندي شي مجمرات خدامين، شت غير جالس نغسل في المعاناة ونعاون ونطيب. وقبل الحاجه ما نكملوا نكيتاتنا تنطلب من هاد الناس ديالنا الا بقاو معنا تا هاد الوقيته، اذا راه عجبهم هاد النكيتات ما ينساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلهم اي حاجه درناها جديده. وطبيعة الحال كي قلت لكم اللي عنده تا هو شي نكيته وبغا يشاركها معنا مرحبا، يكتبها لنا في التعاليق ويصيفطها لينا. قال لك الحاجه واحد الولد سول ماماه، قال لها ماما تتخافي؟ قالت لي كيفاش ولدي تنخاف؟ قال لها عافاك ماما غير جاوبيني، واش تخافي؟ قالت ليه لا علاش؟ قال لها حيت هاد جارتنا فاطمه قعدت تخاف. قالت ليه وانت باش عرفتيها تتخاف؟ كنتي جالس معاها؟ قال لها لا امي انتي راه فاش تخرجي انتي للخدمه تدخل هي عند بابا وتيسدوا الباب وتقول ليه راني خايفه راني خايفه. ولا لا دار زغبي هذا ودي الحاج. ايوا طبيعة الحال الخوت كي قال لكم الحاج، الى عجبكم هاد النكتات هادو ديروا لنا لايك واشتركوا معنا في القناة وفعلوا لنا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وطبيعة الحال اللي عنده تا هو شي نكتة وبغا يشاركها مع الحاج والحاجة يكتب لنا في التعليق ومرحبا بكم.
اسمع ود الفقيه يا الحاج، راني غلط قلت لك الفقيه. هاي كملي الحاجة كملي، كي الفقيه دابا كي ما فقيهش احنا عارفين. هاي كملي الحاجة كملي. اش تقصد الحاج؟ هي انا تنسحر ليك. يا المهم قال لك يا الحاج، واحد السيد فاش قرب هاد العويشرات هادو خاف على راسو، هو يمشي عند الفقيه. ايوا دق على الفقيه، دخل عنده قال لي الفقيه مالك ولدي؟ قال لك راك عرفتي يا السي الفقيه دابا العويشرات قربوا وخفت على راسي وجيت بغيت ندير شي كتيب باش نحمي راسي. هو يقول لي الفقيه يا ولدي من حقك فاش خدام؟ قال لي لا السي الفقيه ما خدام ما ردام. قال لي مزيان، عندك شي فلوس عندك شي ورث؟ قال لي لا الفقيه ما تنكسب، قال لي غير الدص، ما عندي حتى شي حاجه، ما تنورث حتى شي حاجه. علاش اوديها الفقيه؟ ايوا قال لي ها وليدي حيت ما تتورث ما وارث ما عندك فلوس ما خدام، راك انت هو السحور بعينيه. ايوا الحاجة الله يهديهم الله يهديهم.